السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا سارة الفخراني. النهاردة ان شاء الله بدأت الروتين معاكم من بدري. نزلت جبت خضار من السوق، جبت بنجر، وتعالوا اقول لكم بعمل ايه في البنجر. انا بسلقه وبحافظ عليه مدة 10 ايام في التلاجة، ما بجرالوش اي حاجة. اول حاجة بسلقه وبعد كده بقى هوريكم هعمل ايه. ودلوقتي حبايبي انا سبت البنجر يسلق على النار. تعالوا اعمل معاكم كفتة رز بطريقتي تحفه، وان شاء الله هتعتمدوها. كل اللي عندي المكونات هي لحمه مفرومه، هنا دي خضره محشي، وعندي هنا ده فلفل اسمر وملح، وكمان بستعمل معاها كباب الصيني وحاجه اسمها خلنجال بتتجاب من عند العطار. ده اللي هو الرز المطحون. تمام، ده دقيق رز بصراحه انا جايباه جاهز. وعندي هنا 4 بصلات كبار، انا بحط بصل كتير فيها. اول حاجه هبتدي ان انا انزل بالبصل هنا، وهنزل كمان معاه بالخضره، وهقفل بقى الكبه واحده. فكره الدوشه دي هقفلها بس عشان ايه. تمام، هضرب انا بقى وارجع لكم دلوقتي كده. ده بعد ما ضربت الخضره مع البصل هنزل بقى بنص كيلو لحمه مفرومه، او بالكميه اللي انتوا تفضلوها بقى هتكتروا يعني. دلوقتي هنزل بشويه من دقيق الرز، يعني نص الكميه. تمام، وهحط البهارات بقى معايا. هنا البهارات ايه، ما بحطش فيها اكتر من كده بصراحه، بتطلع تحفه. فلفل اسمر والملح. على نص كيلو لحمه انا بحط معلقه صغيره مليانه من الملح. ومن الكبابه الصيني يعني همسه ربع المعلقه بالظبط، هي ليها نكهه مميزه كده وبتدي طعم خطير. قولولي لو بتزودوا عليها حاجه في التعليقات عشان نستفيد من بعض. وده الخلنجال برضو عايزه اقول لكم بيدي طعم خطير، لازم تجربوها بيه. ربع معلقه برضو، حاجه كده همسه. وهكمل ضرب فيها بقى تاني. بصوا انا لقيتها لسه قوامها محتاج باقي الرز، فهي كده خدت معايا كوبايه رز مطحون. تمام، وهكمل برضو عجن فيها. تعالوا اوريكم القوام بقى اللي المفترض ان هي توصل له اهو. انا لسه متعجنش معايا الرز في الاخر. بصوا هكمل عجن بايدي بقى، هنزلها بول اكبر شويه. تمام، وهنزل بيها عجن بايدي. وهشوف لو هي محتاجه دقيق رز تاني، مش عارفه بقى، هنشوف كده. هوريكم القوام في الاخر. لا بس هي كده انا شايفاها مظبوطه جدا وحلوه قوي. بصوا وصلت للقوام ده جميل جدا اهو، قوام تحفه تحفه. هنصبعها بقى. عايزه اقول لكم مش هتفك معاكم في الزيت، هقليها معاكم في الزيت دلوقتي وهتبقى جميله جدا. جربوها بطريقتي وقولوا لي البهارات دي انتوا بتحطوها ولا بتحطوا حاجات تانية. تمام، انا كده هصبعها وهنحطها مع بعض. كل اللي انا هعمله همسح صاج بس كده بالزيت، وهصبعها فيه. وعايزه اقول لكم انها من الاكلات الاقتصاديه جدا الموفره، بتوفر معانا جامد جدا، وكل العيال بتحبها. يعني لما بتتقلى في الزيت بتبقى جميله جدا. مش عارفه بقى موضوع الصلصه ده، هل انتوا معانا برضو؟ موضوع الصلصه برضو بيتضايقوا منه، مش بيحبوا تبقى في الصلصه. بنحبها محمره كده ومن على الطاسه على طول. بس ساعات بعملها كده وساعات كده، يعني ممكن كده اعملها واحطها جنب مكرونه، وساعات اروح اعملها بقى بالصلصه، بتبقى جميله جدا جنب رز بالشعريه، بتبقى خطيره. هكمل انا بقيه الصاج كله بقى وارجع لكم. ودلوقتي دي الكميه اللي طلعت معايا، اللهم بارك. كميه جميله جدا، تعتبر يعني من الاكلات الموفره. هحطها في الفريزر تشد شويه وبعد كده نقدر نقليها، او ان احنا نقليها على طول كمان. ما تقلقوش مش هتفك معاكم باذن الله. تمام، انا هحطها في الفريزر شويه تمسك نفسها وبعد كده نقليها مع بعض. ودلوقتي حبايبي دي الكفته بعد ما دخلتها في الفريزر شويه
قد مثلا نص ساعه. تمام، مسكت معايا وبقت جميله جدا اهي. بصوا ماسكه نفسها. دلوقتي انا مسخنه الزيت هنا وهبتدي اقليها. بسم الله. لسه الزيت ما سخنش. ودلوقتي حبايبي دي الكفته بعد ما صبعتها وشلتها في الفريزر شويه ترتاح. دلوقتي هبتدي انا اقليها معاكم هنا. بسم الله. هو الزيت لسه شويه عايز يسخن كمان شويه. نستنى شويه ونحط اللي بعدها. يعني هو سخن بس لسه شويه. بسم الله. هقليها دلوقتي في الزيت. نشيل دي هنا كده، نحط دي هنا كده. طبعا الشبكه احسن حاجه ان انتوا تطلعوا الحاجه مقرمشه، فبلاش مناديل، ننزلها على حاجه كده ايه شبكه تكون حلوه. هجيب بس شوكه عشان اقلب بيها احسن. زي الفل. يا جماعه دلوقتي بصوا معايا ان شاء الله، اللهم بارك. شايفين ولا فكت ولا اي حاجه، زي الفل. هسيبها كمان شويه كده عشان صراحه انا مش هعملها صلصه. العيال عندي جاوا، هحط جنبها شويه طحينه وخلاص هناكلها كده يعني. يبقى الف هنا وشوف على اللي هيجربها. والله جميله جدا يا جماعه، جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسوش اكيد لو عجبتكم تحطوا لي لايك. هسيبها كمان شويه يعني. هي لونها بصوا لونها جميل، بس لسه ايه عشان اتاكد انها استوت من جوه، فهسيبها كمان شويه. بصوا جمال الكفته تحفه. نزلها هنا كده. بسم الله. وبرده هسيب لكم حبه اعملهم معاكم بالبطاطس بالصلصه يعني، وجنبهم شويه رز شعريه. ان شاء الله هيعجبكم جدا كمان. يعني هعمل نصها ونصها التاني بكره ان شاء الله نعمله، او بروتين تاني يعني، ونعمله بالصلصه. وده شكل الكفته بعد ما خلصتها. دي كل الكميه تعتبر. بألف هنا وشفا على اللي هيجربها. جميله جدا يا جماعه. بصوا من بره مقرمشه ازاي، بصوا مقرمشه خالص، تحفه. من جوه مستويه وخطيره، والله خطيره. جربوها. هستنى تعليقاتكم ان شاء الله، تقولوا لي عملتوا طلعت معاكم حلوه. وحطيت جنبها شويه صوص طحينه وبس كده. وبألف هنا وشفا على اللي هيجرب. وده كده البنجر بعد ما سلقته. انا بسلقه بقطعه بالشكل ده مربعات كده عشوائي يعني، وبعد كده بشيله في التلاجة. بيقعد معايا بالاسبوع. بسحب منه يا دوبك. بصوا لو حابين تعملوه تحطوا عليه شويه ليمون وملح وفلفل وشويه زيت زيتون. عايزه اقول لكم بيبقى رائع جدا ومغذي جدا للاطفال. فجربوه ان شاء الله، واعتمدوه دايما كل اسبوع كده في مشتريات الاسبوع معاكم. تجيبوا بنجر 2 كيلو بقى على حسب كل واحد واحتياجه، وتحطوه في التلاجة في علبة. ممتاز. عايزه اقول لكم مفيد جدا للاطفال اللي عندها انيميا، فدايما خلوه تدخلوه في اكلكم يعني. وطبعا النهارده خلصت الروتين معاكم. يا رب تكونوا استفدتوا ولو بحاجه بسيطه. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اللي بنزله. وبألف هنا وشفا على كل اللي هيجرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.